سامح حسين مش المفروض يقدم برامج، سامح حسين مضطر ان هو يقدم برامج. انا فرحتي ناقصه حته. الحبايب بقى، مساء الخير. شفت عدد من حلقات برنامج قطايف اللي بيقدمه سامح حسين على قناته على اليوتيوب. برنامج 5-6 دقايق بيقدم فيه مواضيع اجتماعيه وتجارب حياتيه، والبرنامج بسيط قوي الا انه محقق ملايين المشاهدات. ايوه زي ما سمعت كده، ملايين المشاهدات على قناه على اليوتيوب في المنافسه الشرسه بتاعه رمضان بتاعه البرامج والمسلسلات، الا انه قدر سامح حسين ببرنامج 5 دقايق ما فيهوش اي نوع من انواع الابهار انه يطلع ترند ويلفت نظر الناس. مبسوط قوي انا طبعا وفرحان لسامح، الا ان فرحتي ناقصه حته، لان المفروض سامح حسين ما يقدمش برامج اساسا. سامح حسين مش مقدم برامج، سامح حسين ممثل. انا مش نفسي ان انا اشوف سامح حسين في برنامج، انا نفسي ان انا اشوفه في مسلسل. سامح حسين اضطر ان هو يقدم برامج لانه لقي نفسه من فتره، من سنين طويله ما بيتعرضش عليه مسلسلات ولا افلام، لقي نفسه خلاص بره الدايره، بره الضوء، بره اللعبه، لاسباب هو ما يعرفهاش ولا انا اعرفها وناس كتير ما تعرفهاش. هل مثلا سامح حسين ما كانش بينجح؟ بالعكس كان بينجح. سامح حسين كان نمره كويسه جدا في مسلسلات رمضان، وقدم اللص والكتاب اعتقد نجح، حاميها حراميها نجح، الزناتي مجاهد برضه مسلسل نجح، ولحد دلوقتي المسلسلات ديت بتتعرض حتى هذه اللحظه وبتحقق نجاح والناس بتشوفها. ليه سامح حسين لقي نفسه بره؟ ليه سامح حسين ما بقاش يتعرض عليه مسلسل؟ السؤال طبعا للمخرجين والمنتجين والناس اللي هي بتاخد قرار وبتسند بطولات للفنانين. انا بستغرب فنان زي سامح حسين اللي مفيش حد يختلف على موهبته، اللي نجح في كل انواع الفنون اللي بيقدمها. لما هو شارك في راجل وست ستات نجح وكسر الدنيا، لما عمل مسلسلات نجح، لما عمل افلام للاطفال الاطفال حبتها وراجل نجح. طيب هو لقي نفسه بره، يسكت؟ لا ما يسكتش. راح سامح حسين عمل برامج على القنوات الفضائيه، يمكن على قناه اون كان مع شريهان ابو الحسن وهيدي كرم كان بيقدم برنامج، وبعدين راح قدم برنامج في قناه مدرستنا. ده كله مش عشان هو حابب البرامج ولا حاجه، ولكن عشان اكل العيش. راجل فاتح بيت، ما ينفعش يقعد، ما ينفعش يختفي، لازم طول الوقت يكون اون سبوت، لازم يكون موجود. سامح حسين راح مسرح الدولة وقدم مسرحيات ونجحت وكسرت الدنيا، وهو عارف وانا عارف وكل الناس عارفة ان الاجر اللي بيجيله من مسرح الدولة مش 1% من المفروض هو ياخده، وان هو اصلا دي عبارة عن مصاريف ونسريات الا انه هو عايز طول الوقت يكون موجود ومتصل مع جمهوره. سامح حسين راح قدم فيلم اتعرض على منصة، ما اتعرضش في السينما، اللي هو سندوتش عيال ده، وحقق نجاح لا تتخيلوه. ليه سامح حسين رغم النجاحات دي كلها مفيش حد بيبص له لحد دلوقتي؟ هو مطلوب منه ايه اكتر من كده؟ سامح حسين لما تقابلوه هو شخص زي ما انا اتكلمت عليه قبل كده، هو شخص طيب جدا وراقي جدا وخلوق جدا ومحترم جدا، الا انه عيبه حاجة واحدة بس، انه هو مش شرير. والله مش شرس، ما يعرفش ان هو يدافع عن نجوميته، ان هو يقتنص ده. النجومية بتتطلب في بعض الاوقات الى حتة شر، حتة قوة يقدر ان هو يحافظ على الجوهرة اللي في ايده، لان النجومية دي جوهرة في ايد اي بني ادم. النجومية والشهرة والاضواء والمعجبين والمعجبات والعروض والفلوس ديت اي حد عايز يخطفها منك، لازم يكون انت عندك القوة والشراسة انك انت تحافظ عنها. سامح حسين راجل طيب محترم وخلاص، مالوش في جو بقى اللي انتوا عارفينه ده. اتفرجوا على برنامج قطايف على اليوتيوب، هتتبسطوا قوي، انا متاكد هتلاقوا محتوى محترم وهادف. لكن انا نفسي السنه الجايه مش هشوف سامح حسين في برنامج قطايف على قناه فضائيه زي ما ناس كتير جدا بتنادي. انا نفسي اشوف سامح حسين في مسلسل السنه الجايه، وانا مش معترض خالص ان سامح او اي فنان يقدم برامج، ولكن يبقى برنامج كل 2-3 كده وفي النهايه احنا عايزين نستمتع بفن سامح حسين. شكرا جزيلا.